السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم الكورة في ملعبك. أنا مش هسيبك يا مرتضى منصور غير لما أعرف للناس كلها قد إيه أنت هجاص وبتسرق نادي الزمالك. مرتضى منصور طلع على قناة نادي الزمالك واتكلم عن صفقة حسام حسن، وقال إن النادي الأهلي اشترى حسام حسن ب40 مليون وباعه ب50 جنيه. مش ده إهدار المال العام؟ مين اللي بيحميك يا خطيب؟ على فكرة الصفقة كانت ب18 مليون بس لو عايز تعرف المعنى الحقيقي لإهدار المال العام تعالى ونعرفك في الفيديو ده. أول حاجة، شريف علاء اللي تم شراؤه من المقاولين ب8 مليون جنيه ومشي مجانا. تاني حاجة، عبد الله سيسي اللي تم شراؤه من المصري ب15 مليون جنيه وتم الاستغناء عنه مجانا. بعد موسم تم إعادة شراؤه ب9 مليون جنيه، ثم إعارته لاتحاد الشرطة ب500 ألف جنيه، ثم الرحيل مجانا. محمد بازوكا تم شراؤه من الشرقية ب6 مليون جنيه، ثم إعارته ب650 ألف جنيه، ثم الرحيل مجانا. وأحمد حسن مكي تم شراؤه من حرس الحدود ب6 مليون جنيه ثم رحيله مجانا. ومحمد عادل من المصري، وحمادة طلبة من المقصة، وإبراهيم عبد الخالق من سموحة، أسامة إبراهيم من إنبي، ومحمد رمضان من بتروجيت، وصلاح عاشور من إنبي، وأحمد ديودار من اتحاد الشرطة، وبنجامين من الداخلية، ومؤيد العجان من نفط الوسط، وبهاء مجدي من الإسماعيلي، وباسم مرسي وأيمن حفني وحسام باولو وأحمد داود ومحمد دونجا وأحمد مدبولي وإسلام جمال وحمدي النقاز وكابونجو كاسونجو وأحمد كابوريا، وفي الآخر فرجاني ساسي. كل الناس دي نادي الزمالك جابهم واشتراهم وباعهم ببلاش، واللي تم إعارته برضو بتمن ما يجيبش ربع التمن اللي هو اشتراه بيه. كل ده مش إهدار للمال العام لنادي الزمالك يا مرتضى؟ عايزك بس تبقى عارف ان انت اكتر واحد ممكن يكون بيهدر المال العام لنادي الزمالك. لا وايه، انت اكتر واحد ممكن تكون بتسرق نادي الزمالك. وعلى فكرة كل اللي بقوله لكم ده بالدليل، وفي الاخر انا اختصرت وقلت اللعيبة في الاخر لان كل واحد وراه قصة طويلة، وانا جبت لكم اهم ناس مع نادي الزمالك تم شرائهم وبيعهم بالمجان. وبس كده. لو انت مش مشترك في القناة انزل واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد، واعمل لايك لهذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.